اهلا بيكم. اوبن اي اي نزلت حاجه ضخمه جدا اسمها شات جي بي تي اطلس، متصفح جديد بيشتغل بالكامل بالذكاء الاصطناعي، ولو اللي هم عرضوه ده فعلا شغال زي ما بيقولوا فده ممكن يغير الطريقه اللي بنتعامل بيها على الانترنت تماما. في البث المباشر سام التمان وفريق اوبن اي اي قالوا حاجه بسيطه بس قويه قوي، قالوا ان التابس كانت اختراع عظيم بس من ساعتها مفيش ابتكار حقيقي في عالم المتصفحات، ودلوقتي بيقولوا ان اطلس هو الابتكار الحقيقي. تخيل متصفح مبني بالكامل حوالين شات جي بي تي، بيقدر يتصفح يضغط يكتب ويعمل المهام مكانك من غير ما تلمس اي حاجه، يلخص صفحات الويب، يعدل ايميلات جوه الجيميل، يفتكر المواقع اللي انت دخلت عليها قبل كده، وحتى ينفذ اوامر بنفسه من خلال الايجنت مود. يعني ببساطه شات جي بي تي ممكن فعلا يحرك الماوس ويكتب على الكيبورد مكانه، وده مش مجرد بوت في الجنب زي الاصدارات القديمه، ده شات جي بي تي نفسه هو اللي بيشتغل على المتصفح بالكامل. بصراحه الكلام على الورق حلو قوي، بس دايما الحاجات دي في اولها ما بتكونش مثاليه. في الفيديو ده هنشوف تجربه حقيقيه، هنشوف كل اللي اوبن اي اي اعلنت عنه، هنجرب اطلس بنفسنا، هقول لك رايي فيه بصراحه، وهل اطلس هو فعلا مستقبل التصفح ولا مجرد عرض تكنولوجي مبهر لسه مش جاهز للعالم انه يطلع. انا يحيى ناجي ويلا نبدا. اول ما بتدخل على البراوزر بتحس ان انت واخد عليه، مش جديد عليك، شكله عامل زي شات جي بي تي بالظبط، بس في اختلاف. في تول بار بتدور فيه، في هنا الهيستوري بتاع البحث بتاعك، في هنا ممكن تبتدي نيو شات، وبعدين هنا في الايجنت مود طبعا هنجيله بعدين، وهنبتدي نشوف هندور على حاجة. هندور مثلا على مقال عن تطور بطاريات السيارات الكهربائية، هيطلع عندك اختيارين، أول اختيار باستخدام شات جي بي تي وتاني اختيار باستخدام جوجل. خلونا ندخل دايركت باستخدام شات جي بي تي ونشوف بيعمل ايه. أول حاجة طبعا زي شات جي بي تي تقليدي بيطلع لك النتيجة بتاعة البحث بتاعك، طويلة جدا، هيبتدي بقى يحمل للآخر، وبعدين بتدخل على الويب سيرش، بيطلع لك طبعا كل اللينكات اللي ليها علاقة بالموضوع، بيطلع لك هنا صور، غالبا الحاجات دي متاخدة من جوجل يعني، وبيطلع لك الفيديوز اللي ليها علاقة بالموضوع، فعلا متاخدة من جوجل، يوتيوب، والأخبار. طيب أنا لو جيت هنا على السيرش ودخلت على الدليل الكامل لبطاريات السيارات مثلا، وعايز ألخص كل الكلام ده كله، المفروض إن أنا أعمل إيه؟ هو ده بقى الميزة بقى اللي بتيجي هنا في أطلس. أنت بتدخل على اسك شات جي بي تي على طول على اليمين، وبتبتدي تقول له لخص لي الكلام ده في 5 نقط، هيطلع لي على طول ال5 نقط اللي أنا بدور عليهم وتلخيص الويب سايت او المقال الكامل. مش محتاج بقى ان انا اخد الكلام من البراوزر واروح لشات جي بي تي واقول له لخص لي وارجع احطه في مقاله، والكلام ده كله خلاص انت بتعمله دلوقتي جوه البراوزر ومش محتاج ان انت تروح لمكان تاني. خدوا بالكم الحلو في الموضوع ان هو شغال بالشكل ده بتاع الملخص والكلام ده كله على المقالات، على الكتب، البي دي اف، وورد. هقول لكم على سر صغير كمان انت ممكن تستخدمه في المذاكره، هينفعك قوي في الموضوع ده. الحاجه كمان اللي عجبتني في اطلس وهو تلخيص فيديوهات اليوتيوب وترجمتها لاي لغه انت عايزها. يعني انت لو فتحت فيديو انجلش وعايز تترجمه للعربي وعايز تختصره في نفس الوقت، انت ممكن تدخل على اطلس وتعمل الكلام ده كله. الموضوع ده هيسهل عليك حاجات كتير. ممكن لو انت عملت فيديو باللغه العربيه وعايز تدبلجه للانجليزي ممكن يساعدك، والعكس صحيح. تعالوا نشوف ازاي بيعمل. دلوقتي انا هدخل على اللينك، هدخل على الفيديو بتاع اليوتيوب من على البراوزر، وهقول له الاو، هكتب له لخص لي الفيديو بالعربي لاهم النقط الاساسيه. على طول من على جنب الشاشه، مش محتاج ان انا اروح حته، على طول بيبتدي يلخص الفيديو بالعربي مع ان هو بيستخدم لغه انجليزي. ده طبعا ممكن يساعدك جدا ان انت تترجم الفيديوهات بتاعتك من العربي للانجليزي وتعمل لها دبلجه على الفيديوهات الاساسيه بتاعتك بمنتهى السهوله. وساعات كتيره بيبقى فيه فيديوهات ملهاش ترجمه بالعربي، فده هيساعدك قوي ان انت تفهم الفيديو بيتكلم عن ايه. ومن الحاجات كمان اللي اوبن اي اي اعلنت عنها في البث المباشر بتاعها هي تظبيط الايميلات. تظبيط الايميلات جوه الجيميل، انت بس بتربط الاطلس بالجيميل بتاعك وبتبتدي تدخل جوه الميل، بتبتدي تكتب الايميل اللي انت عايزه وبتبتدي تطلب منه ان هو يظبطه لك. تعال نشوف بيتعمل ازاي. اول حاجه بتدخل تربط الايميل بتاعك بشات جي بي تي اطلس، تدخل على السيتنجز وبعدين بتدخل على ابس اند كونكتورز وبتبتدي تربط الجيميل بتاعك، وممكن تربط حاجات تانية طبعا. هندخل على الجيميل على طول وهنشوف دلوقتي ازاي هنظبط الايميلات على طول من على الجيميل. مش لازم بقى تاخد الايميل بتاعك وتروح على شات جي بي تي وتظبطه. انا دلوقتي هدخل اكتب ايميل جديد هبعته للارا، خدت ميداليه ذهب على فكره ومبسوط منها قوي. اول ما هعلم على طول على الكلام هيطلع لي فوق على الشمال كده الايكون بتاع شات جي بي تي، هكتب له فوق ان انا عايز اغير صيغه الايميل ان هو يبقى مليان ترحيب ومليان شكر. على طول دلوقتي بينقل لي الايميل من المرحله اللي انا كتبتها للابديت اللي هو عمله وانا وافقت عليه من غير لا اروح شات جي بي تي ولا ارجع له تاني ولا اي حاجه. خاصيه حلوه قوي. تاني حاجه مختلفه تماما عن البراوزرز اللي انت اشتغلت عليها قبل كده هي الايجنت مود. بقول لكم ايه، تعالوا نشوف. هندخل هنا على الايجنت مود وبعدين هقول له
عايزك تدور على امازون على ارخص سعر للايفون 17 برو ماكس، وكمان سكرين بروتكتور، وهندوس انتر. اتفرجوا على السحر. دخل دايركت على موقع امازون. انا طبعا ببقى مسجل دخول طبعا على الموقع، بياخد وقت شويه، وابتدى يدور لوحده هاندز فري. بياخد وقت الحقيقه انما الموضوع حلو جدا. رايحه بينا على فين يا تكنولوجيا؟ ابتدى يدور هنا ويقارن بين الاسعار، عامل كده بلاري كده سكرين، كأن في سحر بيحصل ورا يعني. حركات برضو لطيفة جدا. خدوا بالكم ابتدى يشوف البرايس فروم لو تو هاي، عشان انا قايل له عايز ارخص سعر. ذكي جدا بصراحة. وتحت الشاشة هنا بيقول لي لو انت عايز تاخد التحكم تيك كنترول او تعمل ستوب للسيرش اصلا، انت ممكن تختارها تحت. ابتدى يدور على السكرين للعدسات. يعني نصيحة مني يا جماعة، لو اي حد عايز ايفون 17 برو ماكس يا ريت جراب وسكرين بروتكتورز، وتحطه في كيس كمان يا ريت، عشان التجريح والحاجات اللي احنا سمعناها دي. انا عن نفسي لسه ما جبتوش، انا معايا ال 16 برو ماكس ومش ناوي اجيبه دلوقتي الحقيقة. يا مسهل. هنا على اليمين ابتدى يقول لي ان ال 17 برو ماكس بالسعر ده. تعال نجرب نقول له حاجة تانية. هقول له ضيفهم لي الاتنين لسلة المشتريات. لسه استيعابه لسه بطيء، بيتعلم. الايجنتس عموما ده فكرتها في الحياه، ان هي بتبتدي تتعلم من الحاجات اللي انت بتديها لها والاوامر اللي انت بتشغلها بيها، وبعدين بتبتدي تتحرك اسرع. فده وضع طبيعي جدا. هو ضاف السكرين بروتكتور الاول، وبعدين رجع يدور على الايفون 17 برو ماكس، بيدور في البراوزر ميموري اللي هو عمله قبل كده، ابتدى يرجع للخطوات اللي هو بيعملها قبل كده عشان يختصر على نفسه الطريق. قعدت شويه الحقيقه، كان بطيء شويه، بس اخيرا ضاف لي الحاجات في الكارت. يا جماعه الموضوع مذهل، لازم تجربوه بنفسكم. ساعات كتيرة بتكون بتدور على حاجة وشفت حاجة أو قريتها، بس أنت ناسي أنت شفتها فين. يعني مثلا لو أنت شفت مثلا تي شيرت أو جزمة أو كتاب، دلوقتي أطلس عنده ذاكرة، يعني ممكن تسأله إيه الحاجة اللي أنا كنت بدور عليها، وهيطلعها لك في الوقت اللي أنت عايزه ومن السورس اللي أنت كنت بتدور عليه فيها. ميزة حلوة قوي بصراحة، بس خطر شوية، وممكن على فكرة تقفلها. إلى الآن أطلس مش نازل إلا على الماك او اس، بس بعدين هينزل للأندرويد والويندوز والموبايلات كمان. وعشان تسطب المتصفح الموضوع بسيط جدا، هتروح لchatgpt.com/atlas، هتضغط على علامة الداونلود، هينزل عندك فايل هتضغط عليه وهتعمل سيت اب للابلكيشن زي أي ابلكيشن على الماك. بصراحة أنا عاجبني المتصفح ده جدا، خصوصا موضوع الشريط الجانبي اللي على اليمين، بيخليني اتعامل مع المواقع بطريقه مختلفه تماما عن اللي انا كنت بتعامل بيها. يعني مثلا اقدر اطلب منه يلخص لي صفحه او يقارن لي بين حاجتين انا فاتحهم، وده بصراحه بيوفر عليا وقت ومجهود كبير. والايجنت مود كمان حلو جدا، شكله ليه مستقبل قوي. صحيح دلوقتي شويه بطيء، بس الفكره ان انت تقدر تشغل كذا وكيل في نفس الوقت. يعني مثلا لو 10 ايجنت بيشتغلوا في خلفيه المتصفح وبيعملوا حاجات مختلفه، هيوفروا لك وقت كتير قوي وهيخلوك تنجز حاجات كتيره في نفس الوقت. بس لو هتخليه يعمل مهمه واحده بس، فيا ريت تعملها انت عشان انت هتبقى اسرع منه الى الان. وانا عن نفسي كمان بحب ميزه الذاكره، ان انت تفتكر كل اللي انت كنت بتعمله على المتصفح، سواء محادثاتك مع الشات او مواقع كنت فاتحها قبل كده. انا عارف ان في ناس كتيره هتتضايق من الموضوع ده عشان ما بيحبوش نشاطاتهم تتسجل او تتبعت لاي ذكاء اصطناعي، بس الجميل بقى ان انت تقدر تقفل الميزه دي خالص. واكتر حاجه شايفها مفيده ان انت لو قريت مقال او صفحه من كام يوم ومش فاكر كانت فين، الذاكره دي هتخليك ترجعها لك في ثواني، وده بالنسبه لي حل ممتاز لمشكله الذاكره اللي بقت عند الجميع. الواجهه شكلها شيك. التعليق الوحيد ان البار اللي موجود فوق مش كامل زي جوجل كروم، هو حته صغيره كده ودايما بيلخبطني وانا بدوس على الحواف بتاعه البراوزر. بس زي ما بنقول، المهم رايك انت. يا ريت تكتب لي في الكومنتات لو انت شايف ان اطلس هيموت جوجل كروم ولا جوجل هتعرف تطور من نفسها. معلش طولت عليكم، بس نادر قوي لما تشوف طفره زي كده. على العموم لو عجبك الفيديو واستفدت اي حاجه، ما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب، وسلام.